اهلا بيكم. يا رب دايما بخير. النهارده هنتكلم عن حكايه مهمه جدا، يعني ممكن تكون معظم الناس يعني بيشتكوا منها. اللي هي ايه؟ اوقات كتير انت بتقعدي تقولي انا حاسه ان انا همدانه، حاسه ان انا يعني مش قادره اعمل حاجه، حاسه ان انا جسمي لا كسلانه جدا، وما عنديش شغف، ما عنديش قدره ان انا اعمل حاجه، ما عنديش اراده ان انا اعمل حاجه، يعني طاقتي خلصانه. طب في ناس بتقول يعني ايه طاقه اصلا؟ يعني في ناس لغايه دلوقتي ما يعرفوش يعني ايه طاقه. الطاقه دي حاجه مهمه جدا جدا. الطاقه دي بالظبط عامله زي طاقه الكهرباء. هل طاقه الكهرباء مرئيه؟ هو ايه اللي مرئي في طاقة الكهرباء؟ الضوء او النور اللي هي بتعمله لنا. تمام. طيب الطاقة دي هي مش مرئية، بس هي جوانا بتدينا باور كبير جدا، بتدينا قوة، بتدينا عزيمة، اصرار على تحقيق الاهداف او على ايا كان اللي احنا عايزين نعمله، بتدينا قوة. طيب الطاقة دي لما بتتسحب مننا ايه اللي بيحصل؟ واحنا بنفقد الشغف في الحياة، بنحس ان احنا كسلانين جدا، مش قادرين نعمل اي حاجة، ومش عايزين اصلا، يعني مش عايزين نعمل اي حاجة. طيب انا بعمل ايه بتخلي الطاقة دي تتسحب مني؟ ايه السبب؟ السبب هو استسلامك للافكار السلبية، للاحباط، للكسل. ما هو انتي لو قعدتي كده يعني خلاص انتي مش عايزة تعملي حاجة، الكسل بيجيب كسل. والرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من الكسل. ليه؟ لمدى خطورة الكسل على قدرات الإنسان وطاقته. الكسل بيذهب الطاقة، خلاص انت ما عندكيش أي شغف في الحياة، ما عندكيش أي متعة في الحياة أصلا. يعني استسلامك للكسل بيخلي طاقتك في الأرض، لأن ايه اللي بيولد الطاقة؟ هي الحركة. مش دايما بيقولوا ان الحركة بركة؟ ده حقيقي. الحركة بركة في ايه؟ فإن هي بتولد الطاقة جواكي. حركة بتجيب حركة، بتجيب حاجات جديدة، بتتعرفي على أشياء جديدة، وهكذا. استسلامك للأفكار السلبية، حكايتك انت بتقولي ايه عن نفسك لنفسك؟ ايه حكايتك اللي انت بتحكيها لنفسك؟ ما هو عايزة اقولك حاجة مهمة جدا. الأفكار ان انت دايما بتحبطي نفسك، لا انا مش هقدر، لا انا ما بعرفش اعمل الحاجه الفلانيه، لا انا اساسا هو انا لسه هتعلم، انا كبرت، لا ما خلاص الوقت فات. الكلام ده لما بيتقال كل يوم خلاص مفيش طاقه، لان الافكار السلبيه تاثيرها بالظبط على العقل او على الدماغ بالظبط زي تاثير الاكل الغير صحي. ان انت لو اكلتي اكل بايظ، جسمك بيتأثر بالأكل البايظ ده، بتبقى انت ما عندكيش مناعة جسدية، أو المناعة عندك ضعيفة بسبب الأكل الغير الصحي، بسبب الأكل البايظ اللي انت بتاكليه. كذلك عقلك اللي انت بتغذيه كل يوم بالأفكار السلبية. خلي بالك كويس جدا من كلامك، خلي بالك كويس جدا من الحكاية اللي بتحكيها لنفسك عن نفسك كل يوم. لا أنا إنسانة، وربنا كرم بني آدم ونفخ فينا من روحه، وأعطى كل واحد فينا ميزة، وأعطانا قدرات كبيرة جدا، يعني قدرات لا تحصى. خلي بالك من الكلمات اللي انت بتقوليها لنفسك كل يوم. خلي بالك من استسلامك للإحباط. يعني ما هو الكسل مع الأفكار السلبية بيؤدي إلى إحباط في الآخر، وبيؤدي في ناس كتير بتوصل بيهم الحال للاكتئاب، ودي حالة خطيرة جدا. ايه كمان؟ بيسحب مننا طاقتنا، بيخلينا ما عندناش شغف، ما عندناش إرادة، ما عندناش عزيمة، ما عندناش القوة أو الدافع اللي يخلينا نتحرك ونجتهد ونشتغل ونتميز وننجح. الغيبة والنميمة وإصدار الأحكام على الناس، صدقوني أكتر حاجة
بتحبطك وبتقل من طاقتك وبتطفي نورك، الغيبة والنميمة بتطفي النور حرفيا. وإصدار الأحكام على الناس، وإن الحكم إلا لله، إحنا ما نحكمش ده فلان مش عارف إيه كذا، ده فلان معرفش إيه كذا. أنا يعني أنا بقول لكم وبقول لنفسي أنا الأول قبلكم إن الغيبة والنميمة يعني تأثيرها خطير جدا 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 على الجسم كله، على العقل، على الخلايا العصبية. لا، عايزة اقول لكم ان احنا كل ما بنجيب سيرة حد او نحكم على حد او نسيء الظن في حد، احنا بنعمل ايه؟ بنكون حوالين نفسنا حاجة اسمها هالة. الهالة دي بتبقى كلها نقط سودة، فبالتالي لما النقط السودة دي بتزيد، اللخبطة بتزيد، الركود بيزيد، الإحباط بيزيد، الضيق، بتبقي حاسة ان انت متضايقة. هو انا متضايقة ليه؟ انت مش عارفة انت متضايقة ليه، ومش عارفة انت همدانة ليه، ومش عارفة انت مش قادرة تتحركي ليه. خلي بالك من كلامك، انت بتتكلمي عن مين وفي ايه، واصدرت احكام على مين وليه. وبأي حق أنا أتكلم على فلان وأقول إن هو كذا وكذا وكذا. أخلي بالي وأشغل إدراكي وأشغل النعمة اللي ربنا مديهاني، لأن ربنا مدينا نعمة العقل دي وميزنا بيها عن جميع المخلوقات علشان نشغلها ونفكر ونبقى يعني ناس عندنا حكمة وحسن تصرف وإدراك لأفعالنا. قبل ما نحكم على أفعال الناس، لا، نحكم على أفعالنا احنا الأول، ونشوف نفسنا احنا وصلنا لفين، والمفروض نوصل لفين، والمفروض نعمل ايه، والمفروض أنا أبقى أحسن من نفسي الشهر اللي فات، وأحسن من نفسي السنة اللي فاتت، وما قارنش نفسي بحد. والكلام ده كله لازم أخد بالي كويس جدا من الكلام ده كله. ايه كمان بيسحب طاقتنا؟ إننا بنبقى مثلا ايه مخططين لحاجه معينه ونوينا وعندنا عزيمه وقوه وباور كده ان احنا خلاص هنعمل الحاجه دي، ونحط بلان جميله جدا ويلا بقى طب هبتدي بكره. لا، ابتدي حتى لو بحاجه صغيره، لان عقلك ما يعرفش التسويف. عقلك يعرف دلوقتي حالا هو عايزك ان انت تنفذي. افتحي فايل في دماغك ان انت اوكي بدأتي في تنفيذ فكرة في دماغك، فلازم تبدأي فيها الآن، ما تسوفيش. تمام؟ لو بدأتي الآن، عقلك أصلا تاني يوم هيقولك في فكرة، انت في فايل انت فتحتيه جوه دماغك، هتكملي، يلا نكمل، هو اللي هيلح عليك تكملي. فبالك بقى لو كل يوم انت بتنفذي حاجة من الخطة اللي انت عملتيها، كل يوم بتنفذي حاجة، كل يوم بتنفذي حاجة، الفايل ده بيبتدي يكبر 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 يكبر، فهتلاقي نفسك وصلت لمستوى حلو قوي، تلاقي نفسك في حتة تانية خالص. فالاستمرارية مهمة جدا في ان طاقتك تعلى. لو استمريتي على حاجة معينة حتى لو كانت صغيرة جدا، الطاقة بتعلى مع الحاجة دي. ليه؟ لانك انت كل يوم بتلاقي نتيجة، حتى لو النتيجة صغيرة، بس برضو هتلاقي اخر السنة الحاجة الصغيرة دي بقت كبيرة، فطاقتك بتعلى، فبتبتدي تزودي وبتبتدي تلاقي نفسك ان انت اتطورتي. فركزي على الاستمرارية. كمان من الاشياء المهمة جدا اللي بتسحب طاقتنا تركيزنا اكتر على المشكلة، اكتر من ان احنا بنركز على الحلول. يعني مثلا حصلت لنا مشكلة دلوقتي، طيب معظمنا ما بيقولش طب ايه الحل ونركز على الحل. احنا لو ركزنا على ايه الحل هنلاقي واحد حل واثنين وثلاثة واربعة كمان، هنلاقي كذا مخرج. لكن احنا مشكلتنا ان احنا بنفضل مركزين على المشكلة ونعيد ونزيد فيها ونقول ده حصل وكان المفروض يحصل، لا انا ما عملتش كده ليه، ما بنقولش ايه الحل. فشوفي انت تركيزك فين، لان الطاقة حيث التركيز. يعني انت مركزة على الايجابي او السلبي، طاقتك في الناحية اللي انت مركزة فيها. فخلي بالك كويس جدا انت مركزة في ايه. ودايما افتكري ان المحن بتعلمك وبتقويكي، وورا كل المحن
في منحة. افتكري دي كويس قوي، دي بتعلي الطاقة، بتخليكي ان انت عندك شغف، ان انت عايزة كل يوم بتصحي الصبح تقولي الله، هو انا ايه اللي هيحصل لي النهارده؟ ايه الرسائل اللي ربنا هيبعتها لي؟ ايه المواقف اللي ربنا هيبعتها لي عشان اتعلم حاجه؟ انا عايزه اتعلم النهارده، يا ترى انا هتعلم ايه النهارده؟ يا ترى ايه المواقف اللي هتعمل لي قرار، هتنور في دماغي، هتخليني انتبه لحاجه انا مش واخده بالي منها، هتبقى عندك شغف. وفي ناس كتير بتسأل بتقول طب انا اجيب الطاقه دي ازاي؟ اجيب الطاقه دي ازاي تاني، او ارجع طاقتي ازاي؟ زي ما احنا قلنا في اول الفيديو، شوف تركيزنا على ايه، احنا مركزين على ايه، نشوف كلامنا احنا مضيعينه في ايه، نشوف وقتنا احنا منظمينه ولا لا، نشوف احنا مقضيين معظم وقتنا لايه. لان في حكيم بيقول لو الانسان انشغل بالتفاهات مش هيلاقي وقت اصلا انه ينشغل بالحاجات المهمة اللي هتطوره، اللي هتزكيه، اللي هتوصله لأهدافه. شوف انت بتضيع وقتك، بتضيع وقتك في ايه، او شوفي انت بتضيع وقتك في ايه. شوفي انت معظم وقتك بتتكلمي عن مين وبتتكلمي عن ايه، وهل انت مهتمية بنفسك، هل انت مهتمية بتطوير نفسك، بتزكيتها؟ تمام. واهم حاجتين، ده من وجهة نظري انا الشخصية، اهم حاجتين لاستعادة طاقتك. اول حاجة اتصال روحك بروح ربنا. لازم يكون في كده وقت تكوني انت هادية فيه خالص ولوحدك، ومفيش حد مشتت تفكيرك، حتى لو 10 دقايق انت مع ربنا تتكلمي معاه بأي طريقة. تمام. حاجة كمان، النظام. نظمي وقتك، نظمي بيتك، نظمي حاجتك، نظمي عطائك. يعني ايه انظم عطائي؟ يعني اشوف انا يعني وقتي، يعني ما اديش وقتي كله لولادي، ولا وقتي كله لبيتي، ولا وقتي كله لجوزي، ولا وقتي كله لشغلي، ولا وقتي كله لتضييع الوقت وخلاص ما بعملش اي حاجه، او وقتي كله للسوشيال ميديا. ايا كان بقى انت مهتميه بايه في السوشيال ميديا. لا، انظم وقتي، ادي لكل حاجه حقها وبنظام، وانظم عطائي. يعني مش اللي هو في اي وقت انا هقوم اطبخ، مش في اي وقت انا هقوم اشوف ولادي عايزين ايه، لا، انا وقت الاكل لوقته، المذاكره لوقتها، خلاص انا في وقت ليا، انا مخصصه وقت لنفسي عشان اقدر اطور نفسي، حتى لو كان الوقت ده ساعه في اليوم، ده حقي انا على نفسي. وصدقيني انت لو عملتي ده، كل اللي في البيت هيحترم رغبتك، وهيقدرك. لان احنا لما بنقدر نفسنا، اللي حواليكي او اللي حوالينا بيقدرنا. حبي نفسك، قدريها، ميزيها، زكيها، طوريها. ازاي ازكيها؟ في ناس كتير بتقول يعني ايه تزكية النفس؟ ان انت تتطوري. في الاخر بقولك حبي نفسك. نفسك هي الشخص الوحيد اللي هيكمل معاكي للاخر، مفيش حد هينفعك غير نفسك. هي دي الحد الجدع اللي هيقف معاكي ويسندك. اديها حقها. اهتمي بصحتك، اهتمي بتطويرك، بتعليمك، بثقافتك، اهتمي بنفسك. اعملي الحاجة اللي تسعدك، يعني حتى لو ساعة في اليوم. بعمل الحاجة اللي أنا بحبها، اعملي الحاجة اللي انت بتحبيها. صدقوني بتفرق كتير، بتفرق جامد. بتعملي زي ما يكون بتعملي ريفرش لجسمك، بتعملي ريفرش للطاقة، بتعملي ريفرش للسعادة، بتعملي ريفرش، انت بترجعي عايزة تكملي. انما لو ما عملتيش الحاجات دي هتبقي مش عايزة تكملي، عشان انت اصلا اللي حاطة نفسك في مربع اللي هو روتين، كسل، ملل، احباط، افكار سلبية، معرفش ايه. كل الكلام ده بيحبط وما بيجيبش نتيجة، ومش هتلاقي نتيجة لو قعدت من هنا للسنة الجاية. تمام. فانت بتبتدي تغيري بقى، غيري. يعني لو عايزة نتيجة اتحركي. اتمنى لكم كل الخير، اتمنى لكم كل السعادة، واشوفكم بكل الحب في فيديو قادم ان شاء الله.
ما تنسوش الاشتراك في القناة وشير كتير ولايك والحاجات الحلوة اللي بتظبط القناة.